السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ انتوا عاملين ايه؟ ايه رأيكم في الليفت الجميل اللي قدامكم ده؟ وسر القرمشة بتاعته الجميل هقول لكم على الطريقة بتاعته بالظبط النهاردة. وحبة المية الجميل دول اللي هو بيقولك شفا. مية الليفت ده شفا. ليفت ليه فوائد كتير جدا وحلو قوي في التخسيس، جميل جدا. وطبعا بيفتح النفس زي ما انتوا عارفين. وتعالوا بقى نشوف هنعمل الطبق الليفت الجميل دوت باللون الجميل دوت ازاي. احنا معانا 2 كيلو 4 كيلو لفت او 5 كيلو لفت كده زي ما انتوا شايفين. غسلناه زي حلو كده، ونقعناه الاول في ميه، وبعدين شلنا بالسكينه جلطناه كده زي ما انا بوريكم بالفيديو. حطينا قعدنا شلنا العنقود من عنده لو العنقود مش نضيف، وجبنا العنقود الاخضر دوت الحلو دوت عشان انا بحب ان انا اكله في اللفت بيبقى حلو قوي. بناخد الجذور اللي هي بتبقى عامله زي الشعر دوت بنغسلها، وبنبقى طبعا انتوا عارفين انه بيبقى كله طينه طينه كتير جدا، فبننقعه شويه في ميه دافيه، مش ميه سخنه طبعا، ميه دافيه. وبنفضل نشيل بقى منه الحتت اللي هي السمرة ديت. طبعا انا نضفته علشان خاطر ما بقاش مطوله عليكم الفيديو. وبعدين بقطعه كده، بحطه على القطاعه بتاعتي وبروح مقطعه كده زي ما انتوا شايفين. بقطعه حتت صغير، مش بقطعه كبير يعني، بقطع ده وبقطع ده. لو انتوا بقى عايزين الليفت يعيش معاكم اكتر من كده، بجيبه الحجم اللي قدامي ده زي الحجم اللي قدامي بالظبط، الواحده اللي هي لسه ما عملتهاش دي، وبقطعها 4 تربع وبحطها كده تستوي. بحطها كده في البطرمان وبطلع منه اقطع واكل. ده بيقعد معايا فتره اطول يعني، لكن انا ده عشان خاطر عايزاه اكله على طول عملت فيه كده يعني. بنجيب بقى معانا البنجر. بنجرايه حلوه قوي، كانت كويسه قوي كفايه يعني. قطعتها طرنشات برضو، سبتها كده على جنب زي ما انتوا شفتوا انا عملتها ازاي. معايا برضو في الطبق الاستانلس دوت ميه سخنه سايباها يعني غلياها وسايباها تدفي عشان خاطر اللفت بنخلله بميه معقمه، يعني يعتبر معقمين الميه عشان خاطر ما يعملش معانا الريم بتاعنا ده. طبعا اللفت احنا بنجيبه المقاس اللي هو الوسط، المقاس الكبير دوت طبعا كانت غلطه من البياع، حطها لي من غير ما انا بعرفه. انا قلت له اوزن لي وهو وزن لي كده. انا كنت فاكره ان هو مقطع مديني الكبير، لكن لا، هو لقيته مديني الصغير، لا مديني الكبير يعني. انا بحب الليفت اللي هو الوسط، ما بحبوش، ولا بحب كمان الصغير، بيبقى صغير احلى. طبعا العنقود الاخراني دوت بقطعه كده زي ما انتوا شفتوا، بقسمه 4 تربع من فوق. وبعدين بقطع بقى كده اللفت زي ما انتوا شايفينه. انا بوريكم المقاسات. المقاس ده انا بحبه قوي، الصغير ده اللي انا بحب اجيبه بصراحه. لو ما لقيتش، وبيبقى طبعا المقاس الصغير ما بيبقاش فيه شايخ، ومع ان اللفت لسه طالع بس لقيته شايخ، يعني لقيت واحده فيهم شايخه. طبعا قطعت حواليه وسبت الحته الطريه اللي في النص، طلعتها زي ما انتوا شفتوه كده. وطبعا الكبيره بتخليني اقطعها زي صوابع البطاطس، وبضطر في الاخر ارجع اقسمها عشان كل واحد ياخد الحته بتاعته، ما تبقاش يرجعها تاني في الطبق يعني، فاهمين؟ بنعمل المقاسات تبقى حتت صغيره عشان ما ترجعش تاني في الطبق. بنقطع بقى كده زي ما انتوا شايفينه، هنقطع مع بعض صوابع كده، طرنشات الاول بعد كده صوابع. والعنقود دوت بقطعه مره واحده مع بعض، واروح عاملاه 4 تربع واسيبه زي ما هو موصول. طبعا الصغير ده بيبقى مفيش احلى منه. طبعا انا عملت الكميه كلها يعني خلف الكاميرا علشان ما اطولش معاكم الفيديو يعني. قطعته بقى بالمنظر دوت البنجر واللفت. جبنا بقى الميه، طبعا كانت بردت. انا بخلي اللفت اي حاجه زي ما انا معوداكم معايا، بخلي كل حاجتي بالملح الرشيدي، وكمان معلقه السكر اللي هتخليه مقرمش تخليه احسن كمان من اللي بره. انا ما بحبش اللفت بتاع اللي بره خالص، بحب اللفت البيت اكتر من اللفت اللي بره.
طبعا بدوب بقى الملح بقى طبعا انا مش هقول لكم ملح قد ايه، عشان دول 4 كيلو او 5 كيلو. انا حطيت 3 معالق كبار ملح، ودوبتهم مع معلقه السكر الكبيره، مع ربع فنجان الخل، وبدوب جامد زي ما انتم شايفين كده. وانا بدوق الميه، يعني مش بقول لكم مقدار، لا، دوقي الميه، حطي الاول 3 معالق ودوقي الميه، بعد كده لقيتي دلع حطي تاني، زي ما انت شايفه كده انا عملت ازاي، عشان هو مش بمقدار يعني. طبعا بعد ما دوبنا كده كويس، جبنا بقى البطرمان وهنبتدي بقى نرص فيه اللفت. طبعا دوبناك، يعني انتوا شايفين الملح لسه كمان ما دابش كويس. بنحط بقى في بطرمان كبير، عايزه بقى تحطي في بطرمانات صغيره حطي زي ما انت عايزه. انا عندي بطرمان كده كبير قديم حطيت فيه، علشان ما كنتش لاقيه المقاس الكبير ان انا عايزه اخليه كله في مكان واحد، فالبطرمانات كانت صغيره عندي، فانا ما حبيتش كده، فلقيت واحد قديم عندي رحت غسلته وعملت فيه احسن من الصغيرين يعني. بعدين بروح بقى مرصه اللفت كله، بحط البنجر من تحت عشان يحمر لي اللون، وبعدين رصيته كله زي ما انتم شايفين كده، وبعدين دكيته، يعني بعد ما برصه بدكه، بفضل اتك عليه لغايه لما يبقى مدكوك. بعد كده بقى بحط عليه الميه ما بحطش الميه ملو البرطمان خالص، ما بحطهاش كده. انا بحط الميه وبسيبه بتاع حوالي 4 صوابع كده، ما يبقاش فيهم ميه، عشان اللفت بيخس، فلما يخس ما يبقاش الميه كتيره اهو. بصوا 4 صوابع اهو بالظبط، سايباهم وهسيبه كده لتاني يوم. تاني يوم هنشوف بقى موضوع الميه اهو. ده تاني يوم، بصوا تاني يوم الميه بقت قد اللفت نزل ازاي، ما بقى كان الاول على الوش خالص. طبعا شوفوا انا حطيت ايدي وبصوا مكان واسع، وعايز كمان لفت تاني، يعني لو عايزه تحطي كمان عليه كيلو هيتحط كيلو كمان. طبعا انا كنت غاسله ايدي كويس ومنشفاها، علشان خاطر ما ينفعش ان احنا نحط ايدينا وهي مبلوله، علشان خاطر ما يريمش معانا. الميه السخنه مش هتخليه يريم معانا خالص، والملح الرشيدي برده مش هيخليه يريم معانا، عشان الملح الرشيدي فيه نسبه اليود عاليه ومش زي الصناعي ده. بصوا بقى في الاخر اللفت طلع عامل ازاي، منظره شكله عامل ازاي، احمر. ده بعد 3 ايام او 4 ايام بالكتير قوي، والميه بتاعته ديت احلى منه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كتير، وتعملوا سبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم طمطم، وانا سعيده بيكم جدا. يلا باي باي.